السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا فيه إن شاء الله خبز مغربي، لكن بواحد الطريقة قديمة كان كيديروها والدينا وجداواتنا. غادا نحييها إن شاء الله لأن الأكثرية ما عارفش هاد الطريقة. كنتمنى تعجبكم، لأن بهاد الطريقة كتخلي لك الخبز ديما ديما رطب. خصوصا الوليدات الصغار اللي كينوضوا الصباح سيرتو من يكونوا غاديين للمدرسه. غادي يعجبهم هذا الخبز، لان غادي يكون بحال البريوش تماما، لا في الخفه ديالته او المذاق ديالو، وكيليق حتى الساندويشات. ان شاء الله حنا داخلين دخلنا على فصل الصيف. نتمنى يعجبكم الفيديو. هنا بديت على بركة الله. هنا خديت جوج بطاطات. من طبيعة الحال غادا نغسلهم وغادا نقيهم. الكمية تاع بطاطا كتكون على حساب الكمية تاع الدقيق. انا هنا غادا نستعمل تقريبا كيلو تاع الدقيق. هادشي علاش خديت جوج بطاطات صغارات. هنا قطعتهم قطع صغار وغادا نديرهم يتسلقوا. هنا راه كانوا تسلقوا، صفيت بطاطا وضفت ليها ماء عادي، وغادا نديرها تطحن بالماء ديالها. يعني ماشي الماء اللي سلقت فيها، الماء اللي ضفتو ليها. غادي تاخدوا اي آلة كهربائية وتطحنوا. ما عندكمش غير الفورشات والما بيديكم، وبقاو تمعكوا حتى تولي لكم جارية باش تجينا ساهلة في العجن. هنا كما كتشوفوا انا خديت هنا الدقيق الكامل مع فرينة، غنضيف الملحة الخميرة ونضيف ليه ديك البطاطا المسلوقة اللي طحنتها مع الماء. وغادا نبدا نجمع. الا ما قدتنيش بطاطا في الجميع، غادا نضيف الماء دافي ماشي مشكل. انا كنخلي العجينه كنخليها مرخوفه، غادا نديرها بحال البريوش تماما. وهنا غادا نكمل دليك بالعجانه حتى تدلك ليا مزيان. هنا صافي مني دلكت ليا مزيان، غادا نغطيها ونخليها حتى تضاعف الحجم ديالها وتختمر مزيان. من بعد ما غادا تخمر غادا نرجع ليها. كما كتشوفوا هنا راه ضاعف الحجم ديالها مزيان. فهاد الاوينه راني درت الفران يسخن على درجه حراره 230، شعلت عليه من الفوق ومن الاسفل حتى عاود يخمر ليا الخبز المره الثانيه، وغادي نديرو يطيب. هنا خديت انا الحمرة رقيقه وغادي نقرص فيها. ممكن تقرصوا في اي نوع تاع الدقيق اللي بغيتو. انا عزيز عليا نقرص في الحمرة الرقيقه. كنشكل كريات صغيره او الحجم اللي بغيت ماشي مشكل، وغادا نبدا نقرص. ومني غادا نسالي غادا نغطيهم ونخليهم يختمروا المره الثانيه ونديرهم يطيبوا. هنا راني كنقرصهم. ملي ساليت من التشكال بديت كنقرص فيهم. غادي نغطيهم هنا ونخليهم حتى يختمروا المره الثانيه وندخلهم الفران. هنا راه كانوا طابوا، بغيت نوريهم لكم. ملي بغيت نخرجهم من الفرن بغيتكم تشوفوا الانتفاخ، راه كينتفخوا بحال البريوش. هانتوما راه مداير على درجه حراره 230، وشعلت عليه من الفوق ومن الاسفل. وهنا خدمت انا الفرفاره. الا كانت عندكم خدموها، ما كانش عندكم ما تخدموهاش، شي مشكل. راه شو كتنتفخ تبارك الله، كيجي بحال البريوش تماما، وكيجي رطب وكيجي خفيف بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه. وإلا عجباتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنساونيش من لايك، الله يخليكم. هنا غادي ناخذ واحد الخبيزه باش تشوفوا كي داير الخبز من الداخل. شو تبارك الله كي كيجي كيشهد مشهد من الداخل، كيجي رطب بزاف. يا ريت كانت وحدايا نذوقكم تشوفوا الخبز كي داير. واحد الاضافه بغيت نضيفها بالنسبه للبطاطا، ممكن ديروا كميه اكبر ماشي مشكل. راه بطاطا ما كتبانش واخا كتعجنوا بها.
قد ما ضفتو بطاطا غادي يجيكم الخبز رطب بزاف، يقدر يجيكم تماما بحال الكروس ولا بريوش. اللي بغيتو نتوما، بغيتو غير يجيكم عادي بحال هكا راه كيجي رطب، بغيتو يجيكم بحال البريوش زيدوا بطاطا اكثر. كان هذا هو الشكل النهائي ديال خبزنا ديال اليوم. ما تصوروش شحال جا رطب وجا زوين وجا خفيف بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتدعموا القناه باش تزيد القدام. خليكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.